لاعبي البطولة. فاصل مهاري والكرة في شباك نور صبري بعد 27 دقيقة من البداية. عمر 21 خليجي 21 يبحث عن ردة الفعل. حاول المنتخب العراقي الرد سريعا، فاختبر همام طارق يقظة علي خصيف الذي كان كعادنا به سدا منيعا. كان بالإمكان أن تتضاعف النتيجة خلال الشوط الأول بمزيد من التركيز والإصرار. يبدأ الشوط الثاني بامتداد عراقي بحثا عن هدف التعديل دون أن يفرض إيقاعه، لأن اللاعبي الأبيض واصلوا رسم لوحات الإبداع، ومنها هذه الكرة التي أنهاها عامر عبد الرحمن بتسديدة جانبت المرمى. حكيم شاكر يفكر بتغيير في التشكيل في وقت بدأ فيه الضغط العراقي يزداد. شاهدوا علي عدنان في اختبار جديد لعلي خصيف. يتدخل مهدي علي بإشراك إسماعيل الحمادي مكان علي مبخوت في محاولة لإسعادة السيطرة على وسط الملعب. يرد المدرب العراقي بإشراك هداف آسيا للشباب مهند عبد الرحيم، وضرغام إسماعيل يبقي على يقظة حارس العرين الإماراتي. تبديلات المدربين تتواصل، ويونس محمود يستعيد حاسة التهديف، يعادل النتيجة قبل 10 دقائق من النهاية. مستحيل مستحيل العراق يأتي بالتعديل. يرمي مهدي علي بكل أوراقه، بينما يتقدم يونس محمود ويخترق الدفاع بحثا عن هدف ذهبي لم يأتي. خطورة المنتخب العراقي تشتد في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي. لا شيء يذكر في الشوط الإضافي الأول، لكن الحال مختلف في الثاني. شاهدوا ثلاثية مطر وعامر والحمادي، إنه هدف رجال الحسم، هدف أنصف جيلا مبدعا كتب اسم الإمارات بأحرف من ذهب في مختلف المحافل. إنه جيل المستقبل المشرق، جيل لا يخيب رهان عليه أبدا. حمادي سجلها، حمادي عدلها. في الوقت المتبقي ضاعت فرص التعزيز وكذا محاولات التعديل. ينتهي المشهد بفرحة وطن ببراعة أبنائه ووفاء جمهوره. أول فوز على العراق بتاريخ دورات الخليج جاء باللقب الخليجي الثاني. كانت المنامة عاصمة للكرة الخليجية لتشهد على مولد الزعيم الجديد منتخب الإمارات بطل خليجي 21. الإمارات بطل